السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الجميع يكون على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله تعالى. نهار جديد وفيديو جديد وكله فوائد ان شاء الله تعالى. دائما كنجيكم غير بالفوائد اللي غتدفيكم في هذا البرد هذا، وفي نفس الوقت فيها الفيتامينات وفيها كيف ما كتعرفوا الحمص او طيبوا هاري كيف ما كيقولوا. اولا المهم اي بيت كتلقى فيه الحمص، اما مطيب على يعني في الماء يعني على شكل لاصالات، اما كنستعملوه مع الكرعين. هذا هو الوقت باش نستخدموا الكرعين، ولكن ما نكثروش بزاف منه، ماشي يوميا. هادشي اللي كنقول. اي حاجه فيها فوائد وفيها من طبيعه الحال اكثرنا منها كتكون فيها مضره. اما الحمص كل مع راسك. هادشي اللي كاين. هذا تاني البلوط، وغادي نوريكم الطريقه وعاوتاني الفوائد ديال البلوط. عاود شي حاجه واللي كيقدر على الحر يدير معاهم الحر من طبيعه الحال. كنديروا معاهم الثومه، كنديروا معاهم هاد ورقه موسى، كنديروا معاهم الكمون، كنديروا معاهم الملحه. بالنسبه لهذا الحمص هذا كنطيبوه حتى كيطيب، عاد كنديروا ليه الملحه. كنديروا الملحه تغلب، لان الا درنا الملحه في الاول ما كيبغيش يطيب لينا. هذه من جهه. نتكلموا شويه على الفوائد ديالو اخوتي. الصراحه غزال ما شاء الله. او كتعرفوا اخوتي دابا البرد هذا والعديد من الناس كتلقاه خصوصا المغرب، راه فين ما مشيتي كتلقى في الساحات ديال في كيبيعوا هذا كاين ببوش، كاين هذا الحمص، كلشي كيكون الحمص. فعليكم بالحمص. الحمص عنده فوائد كثيره وفيتامينات لا تعد ولا تحصى. يعني نعطيكم بعض المعلومات عليه شويه. هو نوع من البقوليات. هذا نوع من البقوليات، كذلك غني بالفيتامينات والمعادن. هذا الفيتامينات والمعادن اللي كيحتوي عليها الحمص فهي فيتامين بي 6 وبي 9 وفيتامين سي وفيتامين او. بالنسبه للفيتامين بي 6 يعني بي 6 هو مهم للعمليه الهضم والوظائف الدماغ. كذلك الفيتامين بي 9 اللي كيحتوي على فوليك اسيد، مهم للحامل، للمراه الحامل وصحه الدم. يعني كي هذا في الدوره الدمويه ديالنا. الفيتامين سي مضاد للاكسده كيدعم المناعه اخوتي. الفيتامين او مضاد للاكسده وكيحمي خلايا الحديد، المهم لصحه الدم. المغنيسيوم مهم للوظائف العضلات والاعصاب. بوتاسيوم مهم للضغط الدم والوظائف القلب. مضاد يعني مصادر الحمص لا يعني ما عندهاش الحد الفوائد ديالو. وكيف ما كتعرفوا اي امراه في البيت كيمكن ليها طيب الحمص على شكل الطريقه اللي غنوريكم. غنتكلموا اولا على هذا ومن بعد عاد نتكلم لكم على البلوط والفوائد ديالو. الله اكبر على الحق. غادي نجيو من هاد الطنجره، ها هي القدر ديالنا او الطنجره اللي غنكبوا فيها. انا غيكون عندي سابقا غليان، يعني درت من الغليان هكذا. الحمص ديالي من بعد ما كنكون فزكتو ليله كامله في سميتو، يعني ليله كامله وانا كنفزكو يعني كيبات ليله كامله كنرقدو في الماء. ومن بعد الصباح كنصفيه كنوصلو كنديرو. دابا غنديرو في هذا القدر هذا باش نديرو يطيب ان شاء الله على النار. كيف ما شفتوا معايا غنشعلو على البوطه ديالنا. سمحوا لي بغاتي تشعل لي هذه. ها نتوما بعد ما كنديرو الماء كنديرو على العافيه. هنا كنوريكم، كنتمنى تكون كتبان لكم القدر على العافيه ان شاء الله تعالى. سمحوا لي. ها نتوما بعد ما درتو هنايا كيطيب على العافيه ان شاء الله تعالى. غنديرو معاه الفلفل الحار اللي ما عندوش المشكل يعني في المعده ديالو ولا هذا اللي كيضروا الحار بلاش ما يديروش. اللي ما عندوش هذا انا ما كنقدش على الحار، غير نوريكم باش الناس هكذا. كنديرو الفلفل، كنديرو الثومه هكذا. الثومه انا درت صغير وحده. كنديرو ورقه موسى كما شفتوا معايا. انا غدير غير وحده لحقاش درت القياس صغير. هاد الثومه هذه وحده غنديرها مع البلوط ان شاء الله تعالى. كنخليوه يطيب
يطيب على نار مهيله. وإلا كان عندكم مثلا الفاخر ما احسن، ولكن الفاخر ما ديروش من داخل. لا عندكم شي لاكور ولا سطاح ولا هادي، كطيبوه على العافيه على خاطر كيباتي مع نهار مهيله كيبات يطيب كيصبح غزال تبارك الله. هذا هو اللي كيقولوا له طيب وهاري، حنا كنقولوا الحمص الحمص وصافي عادي. كنشريوه يعني موجود المغرب كامل تبارك الله، ما كاينش اللي ما كيعرفش الحمص. من بعد ملي يطيب لينا كنديروا شويه ديال الكمون باش كيعطينا واحد المذاق مزيون. يعني كنديروا حتى الزعتر ان شاء الله تعالى والمنسمات. دير شويه د الملحه على هذا الشكل هذا، ديروا الملحه. هذا كينفع بزاف ديال الناس، حتى الناس اللي عندهم فقر الدم راه زوين ليهم، راه زوين للناس كلشي، هذا الكبير والصغير. هنا كنضيف ليه المنسمات ديالي اولا الزعتر ولا الزعتره، فكيعطينا واحد المذاق رائع البنات مع داك الحار ما شاء الله. وكاين اللي كيدير معاه خدينجان وداك الشيء ديال سميتها، كل واحد باش كيعجبو ينسمو. انا كنسمو بهذه الطريقه هذه، والصراحه تيقوني كيجي ولا اروع البنات. ملي يطيب ان شاء الله تعالى غادي ثاني نوريكم راه هو طاب. دابا نتكلموا شويه على فوائد البلوط. البلوط عنده فوائد كثيره وعديده حتى هو، سبحان الله العظيم. كل حاجه في الوقت ديالها الجسم كيستنفع منها. فكنصح الجميع ياكل البلوط، الجميع ياكل الحمص، كل شيء. غير الحمص الناس اللي عندهم مثلا سميتو المسرح كيخافوا يديروا لهم الغازات ولا داكشي، ملي كديروا يطيب في الماء كتحيدوا داك الرغوه هي الاولى. هذه الست ما قلت لكم، ملي كديروه يطيب كتحيدوا له داك الرغوه كامله، عندك لا هو القطاني كامل، فهادو كامل كيعتبروا من البقوليات. داك سميتو من بعد ملي كتحيدوا داك الماء، كتحيدوا الماء ديك الرغوه عفوا كتحيدوها كامله باش ما كيجيش باسد، كيبقى فيه ديك اللذه. ديك الساعه كتلوحوا ديك الثومه وديك التوابل وديك الشيء، لان باش ديك الرغوه ما كتاثرش على اللذه ديالو. هادشي اللي كاين. نتكلموا دابا شويه على البلوط ان شاء الله تعالى. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساونيش اللي وصل لهنايا يعمل لي بالصيمه. الله يجازيكم بخير. البصمه خصها تكون هي حتى الاخر باش كتثبت، لان كنشوف بزاف ديال الناس البصمه ما كيديروهاش، حتى كيدخلوا في الاول كيديروا البصمه لا ديروها. المهم حتى النص دوز واحد 5 دقائق ولا حتى الاخر. اللي كيشوف الفيديو حتى النهايه كنتمنى تشوفوا الفيديو حتى النهايه لانه مهم. نهضروا دابا على البلوط. البلوط حتى هو عنده منافع كثيره، ودابا كتلقاه جميع البلايص كيتباعوا فيه طبيعه الحال. الناس كياكلوه العشيه، كتلقى الناس كيخرجوا نزهه كيشريوه، كاين اللي كيجيبوه خضر ويطيبوا في الدار. طبيعه هذا عندي طيب غاديروا له نفس الطريقه اللي درت انا مع الحمص. شنو هذا كديروا له غير الثومه، الا بغيتوا الثومه داكشي كيبقى اختيار لانه بالقشر ما فهمتوا. هادشي اللي كاين. شوفوا كيفاش كيتفرقع تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فعنده فوائد كثيره وعديده اخوتي. البلوط يحتوي على العديد من الفيتامينات. البلوط هو نوع المكسرات، هذا يعتبر من نوع المكسرات، يعني كيعتبر يعني هذا اللي فيه بحال اللوز، بحال القسطال ما كيجيش هنايا، ما عرفت علاش. حنا الشمال عندنا موجود القسطال والقسطانه، يعني في تركيا كيوجد حتى هذاك القسطال سبحان الله العظيم. حتى في اوروبا كنظن كاين، في بلجيكا. هذا النوع من المكسرات الفيتامينات والمعادن. هذا البلوط هذا فيه فيتامينات ومعادن اللي كيحتوي عليها البلوط. فيتامين بي يعني B1 B2 يعني B2. كذلك فيتامين B3 و B6 و فيتامين فيتامين B1 يعني B1 يعني ثمين من مهم يتحول الطعام الى عفوا سمحوا لي يتحول الطعام الى المضادات سميتو. هادشي اللي كاين ماشي مضادات، سمحوا لي شي واحد كيصوني في الباب. كيتحول كما قلت لكم للطاقه، يعني هذا البلوط هذا يتحول الطعام الى طاقه. فيتامين دو يعني فيه سميتو مهم للصحه الجلد والعينين. فيتامين B3 كذلك مهم لوظائف الدماغ والجلد، ومهم للوظائف
الدماغ والجهاز المناعي اللي هو فيتامين سي، يعني اللي هو فيتامين 6، فيتامين او مضاد الاكسده ويحمي خلايا الحديد كذلك. فهو هذا البلوط هذا غزال تبارك الله عليه. فالمصادر ديالو كما نقولوا حنايا مصادر البلوط طازج او المحمص او لا، ولكن من احسن انكم تاخذوه هكذا مطبوخ في الماء كما قلت لكم، بحال اللي وريتكم محمص على نار مهيله كيبقى يطيب حتى كيطيب مزيان. سواء كان عندكم طلعوا للسطح المجمر، عندكم السطح ديالكم دار ديالكم بوحدكم ما ساكنين لا في عماره لا والو، سمحوا لي قطعت عليكم دابا عاد شي واحد كان كيسوني ساعه ما لقيت حتى واحد. هادشي اللي كاين باش بغيت نكمل لكم على الفوائد ديال البلوط. فعليكم بالبلوط، فهو مفيد جدا جدا. حتى الدقيق ديالو كيتباع، الدقيق ديالو كيمكن طحنو وتجي او تشري الدقيق ديالو تخلطوا مع الخبز بحال اللي درت لكم داك النهار الخبز ديال النبك. فهو غني بالفيتامينات والمعادن كيف ما شفتوا معايا. فنطلبوا الله سبحانه وتعالى. شوفوا الحمص ديالنا راه طاب، اما هذا راني طيبته من قبل، غير بغيت نتكلم على الفوائد ديالو. غديروا له نفس الطريقه كما قلت لكم مع الحمص وغادي تاكلوه ما شاء الله تبارك الرحمن. هادشي اللي كاين، بقاو معايا حتى نهايه الفيديو. وهنايا الحمص ديالي ها هو وجد كما كتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. حيدوا ديك الفليفله، بقاش انا ما عندكمش ديك، حيدوا ديك هذا اللي بغى يديروا بحال هكا ما شاء الله. ريحته يا البنات غزاله ما شاء الله، والله العظيم الريحه ديالو غزاله يا سلام. المهم كنغرفوا بهذا الشكل هذا كما شفتوا معايا. حتى داك الماء ديالو راه كتشربوهم، هادوك الماء ديالو كيتشربوا. وكاين اللي كيديروا حنا في الشمال كيديروا الماء المحمص كيخلطوه في هذا الببوش، عرفتي؟ روعه روعه روعه. الحمص والماء الببوش كيجيو فنين. هنايا اللي ما كيديروش ديك القضيه، فهانتوما اللي بغى يطيب في دارو كيطيبوا بواحد الطريقه هذه ما شاء الله البنات ما شاء الله ما شاء الله. عرفتوا ريحته ولا اروع يا سلام. وكديروا له كما قلت لكم ديك الحاره دي هكذا. المهم كنزيدوا له شويه الكمون، شويه الكمون من الفوق هكذا. نحيدوا الفلفله نزيدوا له شويه الكمون. الملح ديجا راه فيه، اللي بغى الملح يزيد. غير الملحه ما تكثروش وصافي كما كنقول دائما. ماشي الملحه ما ناكلوهاش لا، عاوتاني الا قطعنا الملحه وقطعنا السكر مره على الجسم ديالنا فكيوقع خلل في الجسم ديالنا. هذه الزيت المنسمه اللي كيعجبني انا ندير فيه هذا الزيت، هذه كيعجبني ندير فيه هذا الزيت هذه هكذا. عرفتي وبنات وردوا عليا الخبر يا سلام يا سلام. والله العظيم البنات غزال 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 ما شاء الله ما شاء الله يا سلام. والله العظيم ها نتوما ها حمص كيمون حنا كنقولوا له في الشمال، هنا كيقولوا له طيبوا هاري. يا سلام هاكم عطيو لوليداتكم كلوا نتوما الحمص راه كيسخن الجسم. يا سلام. عرفتوا على الدافيه ما نقولكمش على الدافيه غزاله ما شاء الله. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تفعلوا ديك الجرس. الله يجازيكم بخير، نشتركم كل جديد ديزاين امريان واحد البصيمه ان شاء الله تعالى باش الفيديو ينتشر اكثر. بارطاجيو مع الاهل الاقارب ديالكم، لان كنعطيكم شي حاجه فيها كنتكلمكم على الفوائد ديالها وهذا الشيء اللي كاين. يلا مع السلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله. عطيوني الراي ديالكم في الفيديوهات، اللي عندكم شي تعليق عندكم شي سؤال عندكم شي حاجه. وتحياتي للجميع، تحياتي للناس كل اللي كتدعمني، فشكرا لكم. زيدوا دعموني اكثر اخوتي، رانا محتاجه لهاد القناه تدعموني فيها، لاني كنعطيكم واحد الحاجه اللي فيها يعني اللي غتستافدوا منها. هادشي اللي كاين. وشكرا للاخوه والاخوات، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.